لم تحتج روان إلى وقت طويل لتدرك أن الرجل الواقف أمامها قد ألقى بها في ربكة لم تعهدها من قبل. كانت تعيش صراعاً داخلياً بين ما توصلت إليه من مشاعر مباغتة وبين حقيقة وجودها هنا لأجل الخلاف لا الانجذاب. كانت تريد أن تكون حازمة صلبة كما اعتادت أن تظهر، لكن كيف لها ذلك وهي تحاول جاهدة أن تلملم شتات ذاتها المبعثرة بين نظراته وحضوره اللافت. قالت لي لاحقاً وهي تروي تلك اللحظة: جاءتني فجأة مقولة: خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فقررت أن أقتحمه دون تردد. شدت ملامح وجهها النضر وألقت عليه التحية بنبرة غاضبة، لكن رده جاء بصوت عميق رج كيانها من جديد. حاولت أن تركز، أن تمسك بخيط الغضب مجددا، وأن تتشبث بهدفها الذي جاءت لأجله. كانت تريد المواجهة، كانت تسعى لأن تعاتب من تسبب في تأخير عملها وفي إثارة غضب عملائها. فواجهته بصوت غاضب ونبرة حادة وسألته باختصار: لماذا لم تسلم البضاعة حتى الآن؟ متى سيتم ذلك؟ وكيف سيجري تعويضهم عن هذا التأخير؟ لكن رده كان مختلفاً عما توقعت. كان حازماً نعم، لكنه ابتسم بهدوء لبق، خفف من حدة الموقف وهو يخاطبها مؤدباً، طالباً منها الجلوس ليستعرض أمامها تفاصيل الوضع. أخبرها أنه حاول الاتصال بها مراراً دون رد، وربما السبب أنها لا تجيب على الأرقام الغريبة، وأشار كذلك إلى أنه أرسل لها رسالة إلكترونية لكنه على ما يبدو لم يتلقى رداً، ربما لأنها لا تراجع بريدها الوارد بانتظام. لم تنكر روان حين روت لي الأمر: لقد تلونت وجنتاها بإحمرار أربكها. كان من المفترض أن تكون في موقف المهاجم، لكنها وجدت نفسها فجأة في موقع المدافع.